السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ عواشركم مبروكه. الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الحلقه الثانيه من مسلسل طريق الورد. كيف ما شفنا في الحلقه الاولى من مسلسل طريق الورد ان يمنى كانت متفقه مع الشيخ باش تزوج بنتها لولدو ملي تكبر، وشفنا ايضا ان ياسمين ما باغاش وباغا عثمان، ولكن الام ديالها ما بغاتش البراني. من بعد شفنا ياسمين جمعت حوايجها وبغات تهرب مع عثمان، ولكن حصلهم ولد الشيخ. فعلا ياسمين غتمشي للمدينة مساعدة مول السيارة اللي كان غادي يضربها. نرجعو لولد الشيخ اللي كيسحاب ليه بلي قتل عثمان وغادي يقولها لمو. في هاد الاثناء غتفيق يامنة وغتمشي تطلع على ياسمين وما غتلقاهاش، وغتبدا تبكي حيتاش عارفة بلي المشاكل غيبداو مع الشيخ على قبل الصداق اللي خدات لبنتها. من بعد غتمشي باش تسول بنتها الصغيرة واش في خبرها شي حاجة على ياسمين. غتعرف بلي ياسمين مشات للدار البيضاء. من بعد غتمشي تقلب على بنتها في الدار البيضاء. نرجعو لياسمين اللي ملي غتوصل للمدينة ما غتعرف فين تمشي ولا فين تجلس، حتى غتلاقى بملكة اللي هي بنت واحد العائلة لاباس عليها. كيف قلت لكم في الحلقة السابقة انهم عندهم شركة كبيرة ديال العطور، وهي اللي مكلفة بإدارة الشركة لأن الأب ديالها كيثيق فيها بزاف. وكيف ما شفنا في الحلقة الأولى أن ياسمين موهوبة في العطور. غتعرف ملكة على ياسمين وغتعرف أن عندها موهبة كبيرة في العطور. هنا ياسمين غتجيها أول فرصة عمل في المدينة وغتوافق. نرجعو ليمنى اللي باقي كتقلب على ياسمين بسبب تهديدات مرت الشيخ حليمة، لأن عارف عليها واحد السر كبير اللي بسبب داك السر تخلى عليها راجلها هي وبناتها، وهددتها إلا ما رجعتش ياسمين وتزوجات بولدها غادي تعاودها الناس الدوار كاملين. كانوا هادو هما معظم الأحداث الحلقة الثانية من مسلسل طريق الورد. نتمنى يكونوا عجبوكم التوقعات. كيف العادة ما تنسوش إلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلي لايك ولا كومونتير ديالكم، وشكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.